أهلا وسهلا بكم مطبخ هذه الأكلات العراقية والمصرية. اليوم أكلتنا إن شاء الله حتى يعجبكم هي بيتزا وسندويشات شاورما الدجاج. طريقة حلوة وبالبيت وراح تعجبكم حيل وبسيطة وكلش حلوة. لا تشوفوني على الفيديو شوي بس انتبهوا في حركات وتكات كلش حلوة حتى تعجبكم خالص خالص. انتظرونا لآخر الفيديو وإن شاء الله تعجبكم. هنا وياي كيلو من صدور الدجاج أقطع أول ما أبدي شرايح خفيفة، لأن الشاورما تريد بهذه الطريقة تتقطع شرايح تنقص صوابع طويلة كده. ما أطول عليكم بالفيديو. وياي كركم وملح وكمون وبابريكا وفلفل أسود وملح وعفوا بصل وثوم بودرة. أول ما أبدي أنزل هذه التوابل كلها مع بعضها، وربع كوب من الخل، ومعلقتين من الزبادي أو معلقتين من الروب احنا نقول بالعراق. هي معلقتين وشوية، تنزل العلبة الصغيرة هاي كلها هي مقياسها. ليمونة واحدة، أضيف لها شوية زيت بمقدار ربع كوب من الزيت، أو يعني كوب إلا ربع من الزيت. أخلط البهارات مالتي أو التوابل ويا الزبادي والزيت والخل بهذه الطريقة بحيث ما يبقى الزبادي أو الروبة مبينة. بعدين أبدي أنزل شرايح من الدجاج المقطعة أني، وأبدي أخلطهم بهذه الطريقة مع بعضهم، وأقلبها بتقليب حلو بحيث كلها تمتص من البهارات والتوابل. تريدين تخليها لمدة ساعتين تستخدميها حلوة، أو تريدين الأفضل تعمليها من الليل تبليها للصبح تستخدميها كلش حلو، يكون طعمها أحلى وأحلين. إن شاء الله يعجبكم. وبهذه الطريقة تبناه نغطيه ونتركه للفترة اللي نستخدمها. هنا حنبدأ نحضر عجينة. معاي هنا معلقتين حليب بودرة، معاي زيت، معاي ملح، خميرة، دقيق، مي دافئ. أول ما نبدي طبعا نحط الخمرة نحضرها على جهة، هي كل الكيس هذا معلقة ونص نحطها، ونضيف له مي من الدافئ ومعلقة من السكر، ونبدي نحركها بهذه الطريقة ونتركها على جهة إلى أن تتفاعل الخميرة مع بعضها. نبدأ هنا ناخذ الدقيق، عندي كيلو مجهزته وناخلته أني. أضيف له هنا معلقتين من حليب البودرة، ونضيف له معلقة ملح، وأضيف له كوب إلا ربع من الزيت، وأبدي أقلب هذه المواد مع بعضها. نبدي نقلبها تقليب حلو مع بعضها. أضيف الخميرة الدقيق، وأضيف له كمان أبدي أضيف بالمي الدافي تدريجيا، يعني كل واحد حسب الدقيق. أكو دقيق يحتاج كثير من المي، أكو دقيق ما يحتاج كثير من المي إلا. وبالراح لين وننتبه لزيادة المي، لأن هذه العجينة مال البيتزا ما تريد كلش سايحة ولا كلش جامدة، خير الأمور أوسطها. بعد ما تم العجين وعجنته هنا قدامكم وحطيته على طبق، وتركه غطي وتركه لمدة إلى أن يختمر. بهذا الوقت نروح نجهز الشاورما الدجاج. عدى عليها طبعا 3 ساعات. أبدي هنا أجيب المحشرة أو الطاسة أحطها على النار، وأضيف لها شوية من الزيت، رشة خفيفة من الزيت، إلى أن تسخن الطاوة حيل. وبعدين أجيب الشاورما الدجاج أنزلها بعولها، أدي عليها فترة بحيث ذبلت خالص بالخل والليمون. أنزل هذه شاورما الدجاج بهذه الطريقة، وأبدي التقليب بها المستمر حلو مع بعضها
إلى أن تاخذ لسعة من الطاوة. أكون أنا مقطعة البصل على جهة، بس هنا أضيف مكعب من ماجي الفراخ للنكهة وللريحة عليها للشاورما. في هنا تكات وحركات حتشوفوها كلش حلوة بسيطة، بس كلش حلوة تعطي نفس وحاجات حلوة. هنا قطعنا هنا مكعب من الماجي عليها. من خلال التقليب وإضافة البصل حتشمين ريحة الشاورما كلش حلوة جميلة ريحة الشاورما. أبدأ أقلب البصل مع الشاورما وأتركه لمدة إلى أن يذبل البصل مع الشاورما. بهذه الوقت أكون قطعت قليل من الفلفل الألوان لأضيفه إلها، ومن أجي أضيف فلفل الألوان ما أضيفه على الوجه، لا، أسوي مسافة بالوسط الطاوة وأنزل فلفل الألوان لحد ما أحس بيه يذبل مية الشاورما ذبل. بعدين أبدأ أخلطه مع بعضه كله، أخلطه مع بعضه وأتركها على النار. هي تاخذ وقت يعني طويل، يلا تنشف إلى أن تنشف بحيث الشاورما تستوي حيل خالص. هنا أنا قبل ما أبدأ بأي شيء أسوي صلصة البيتزا. صلصة البيتزا سهلة، شوية زيت وقشرتين من البصل، ونحط صلصة المعجون، معلقة أو معلقتين صلصة، وتضيفين صلصة من هريسة الفلفل الأحمر، ونترك على نار هادئة إلى أن تسبك ببعضها. هذه هي صبغة البيتزا، صلصة البيتزا. هنا بص الشاورما شلون بدها نشفت ولسعت تحت من الطاوة، بعد بدها تلزق الشاورما وتنشف خالص تتقلب مع بعضها. نجي هنا العجين، اختبر بسم الله الرحمن الرحيم، نهبط العجين بدينا، بعدين نبدي نقطع العجين بتقطيعة القمر، هيك أقراص حلوة. بهذه الطريقة أبدي أقطع القرص مع العجين وتكون متساوية حسب البيتزات الحجم اللي تستخدمينه انتي. بس أشوفكم طريقة التقطيع أول مرة ثاني مرة، بعدين على مد ما أطول عليكم حقطعه كله بهذه الطريقة كذا. نقطعه العجين بسم الله ما شاء الله مختمر وحلو، ما يلزقش بالإيد. تعرفين إن عجينتك كلش حلوة، ما طولها ما تلزق بالإيد بتاعتك. بعد ما نكمل تقطيع العجين نغطيه ونتركه على جهة ونجهز المواد البيتزا. طبعا هنا عندنا مواد البيتزا. هذا العجين قطعته غطيته وتركته إلى أن ريحت القرص تريح. وياي هنا أنا عندي خبز للشاورما، طلعته من الفريزر فوق خليته على جهة. أكو طريقة عندكم نزلتها للخبز. نبدأ هنا بسم الله الرحمن الرحيم، نمد عجينة البيتزا بالشيبق بهذه الطريقة مدة، لكن أنا حمدها مش كتير، يعني اللي أريد أفردها ببطن صينية البيتزا. أجيب صينية البيتزا هنا قدامكم وأفتح بدي حسب حجم الصينية عفوا. وهنا عندي زيتون مخلي، فلفل ألوان، طماطم شرايح، جبنة موزاريلا، صلصة البيتزا، المواد البيتزا. بهذه الطريقة فتحتها بحيث أخلي بس الأطراف العجينة هي شوية سميكة، أطراف العجين مالتها. أول ما أبدي أحط صلصة البيتزا، أدهن البيتزاية كلها بالصلصة.
تبدين تحطين أول مرة المواد فلفل والألوان، تبدي تحطين أول مرة الشاورما الفراخ أو الدجاج براحتك انت اللي تحلينه. هي أهم شي ترتيب الزينة ما تشوف البيتزا وعلى الوجه هي أهم شي، بالآخر جبنة الموتزاريلا. طبعا هنا حط أني شوية طماطم، شرايح من الطماطم الخفيفة، شرايح من البصل. وشوفكم هسه الشاورما الدجاج شلون حلوة صارت ببطن الطاوة ونشفت وكلش حلوة ريحتها. أضيف منها كم معلقة على البيتزاية، وأفتح هذا الشاورما الدجاج أوزعها على العجينة كلها بحيث ما أخليها مكان واحد. وبعدين أضيف لها الزيتون والفلفل الألوان، وبالأخير على الوجه جبنة الموتزاريلا. تحسين العجينة متستوي البيتزا وتطلعيها كلش حلو طعمها وساي، حابين قديش العجينة نظيفة وانتي مسويتها بالبيت عملتها وحاطة الخير بها كله، حاطة بيها انتي طبعا الحليب وحاطة بيها الزيت وحاطة بيها طلباتش كلها. وحسب العجينة البيتزا تريديها سبايسي حار تحطي لها فلفل حار، انتي تريديها بارد حطين فلفل بارد. وتحطين آخر شي جبنة الموتزاريلا على الوجه، كثريها، احنا أحب أكثرها لأن أولادي يحبون كثير من هذه الجبنة عليها، فأزيد لهم من الجبن. ويكون الفرن مجهزته وجاهز على درجة حرارة 180 على مود ما يطول الفرن بسرعة البيتزا، على مود ما تطول وتحترق. هاي جهزت الأولى قدامكم بيتزاي. طبعا هاي أنا معديت الفيديو على مود ما أطول عليكم. البيتزاية الثانية بالصينية اللي شوية أوسع من الأولى. نفس الطريقة فتحتها ببطنها والأطراف تكون شوية سميكة عن الوسط، وأدهنها بهذه الصلصة أول مرة نفس الطريقة. صلصة البيتزا أدهنها كلها العجينة، وأضيف لها من الشاورما الدجاج، وأضيف لها فلفل ألوان والطماطم وشرايح البصل والزيتون. وعلى الوجه نضيف الإضافة الرئيسية هي الجبنة الموتزاريلا. يكون على ما تستوي الأولى حط الصينية الثانية. على مود ما أطول عليكم بالهاي، بس شوفكم الطريقة واحدة أو اثنين وخلاص، والباقي أنا كاملة. ما تتعبش ولا مستاهلة تعب ولا إشي، وإنتي واقفة والمواد يمش تكمليها وتدخليها الفرن. هنا لا قررت أضيف شوية جبنة موتزاريلا بالأرض، يعني تحت المواد تحت لها خضار، وجبنة بعدين موتزاريلا أحط بالأخير، يعني شوية نغير بالنكهة، نشوف هاي ونشوف هاي. أنزل همينة شوية من الدجاج الشاورما والإضافات فوقها والزيتون، ومن ثم على الوجه هي جبنة الموتزاريلا بزيادة. أحلى بيتزا تاكليها من البيت ومن إيدك. تعالوا جربوا بيتزا أم حسين. مو نورها الماكلتها. أولادي البدبدهم كل يوم بيتزا يردون أسوي لهم. والبيتزا أنواع، عايزة بيتزا جمبري تجيبين جمبري صغير، عايزة بيتزا لحمة المفرومة تعملي لحمة مفرومة تعصديها على جهة وتحطين أنواع. تريدين بيتزا بس جبن تحطين بيتزا جبن وخضار، اللي يعني تريد تشتهينه أنت، بس بالطرق هي نفس الطريقة بس طريقة الإضافات اللحومية بس. هذه الطريقة الصينية الثانية، وبألف هنا الأكلها. هنا خلصنا من البيتزا، هنا نريد نسوي سندويجات. سندويش الشاورما. سندويش الشاورما بطرق كثيرة، لكن أنا هنا التكة الحلوة واللي حطيت لها هي شوية من صلصة البيتزا. دهنت الخبزة بصلصة البيتزا. عفوا، دهنت الخبزة بصلصة البيتزا،
ونزلت بعض من الشاورما مال الدجاج، وضفت لها فلفل ألوان وكذلك الطماطم سندويش الشاورما. الدجاج أحط له هذه يعني المايونيز، تي تحطي له مايونيز، تي تحطي له كاتشب براحتك انتي. أولادي يقولوا لي حطي لنا بيها جبنة موتزاريلا، يابا هاي سندويش شاورما لا يردون موتزاريلا. قلت لهم أنا أعمل لكم أشكال أي شكل اللي يعجبكم حلو قولوا هذا اللي مشكلة. وهذا طريقة لفينا السندويش، شفتوا من تحت لازم نطبقها على مود ما توقعش أو تطشر من تحت. ونجيب الرغيف كذلك الثاني، بس ما حطيتلوش أنا صلصة مالت البيتزا، لا هذا حط له جبنة، أريد أحط له جبنة موتزاريلا. والإضافات تبع السندويش أو تسوينه سادة براحتك انتي. ضفت له شوي من الجبن، ضفت له هذه السندويش شوي من الجبن الموزاريلا. وهذه طريقة تطبيق السندويش. عايزة تضيفين مايونيز موتزاريلا جبنة أي حاجة تضيفيه بالسندويش هو حلو. ولهنا انتهينا عمل السندويشات ونجهزهم كبس السندويشات. وإن شاء الله تعجبكم هذه الطريقة. ما كنت طولت عليكم بهذا الفيديو. هنا انتهت حلقتنا مع سندويشات الشاورما وبيتزا شاورما الدجاج. شوفوها من جوا لا محروقة ولا أي شيء. وهسه أقطع لكم واحد من السندويش. بطن السندويش حلوة مليانة ومحشية حشوة فلفل ألوان ودجاج. أدروني على صوتي صدري يلتهب يوجعني ما أقدر أحكي. إن شاء الله يعجبكم هذه الطريقة كلش حلوة. لا تنسونا باللايك والشير مع مطبخ ألذ الأكلات العراقية والمصرية. إن شاء الله عجبتكم هذه الطريقة. إلى اللقاء. ما ينول سهمكم إلا العافية. لهنا تنتهي حلقتنا مع البيتزا والشاورما. شوفوا شلون حلوة وسايحة مع مطبخ ألذ الأكلات العراقية والمصرية.